أهلا بيكم من جديد. تخيل إنك تسمع أمر واحد: نام بدون ملابس هذا المساء، من غير تفسير، من غير سلاح مرفوع، لكن الأمر وحده كان كفيل يوقف ضربات القلوب. يناير 1946، معسكر أسرى نائٍ في قلب ألمانيا المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية وخسارة ألمانيا للحرب العالمية. الشتا مش بيكتفي بتجميد الأرض، لا، الحرارة تحت الصفر، والبخار المتجمد طالع من أفواه 200 امرأة واقفين في صمت داخل العنبر رقم 4. دول مش مجرمات حرب، دول سكرتيرات وممرضات وشغالات راديو، نساء عاديات كانوا قبل شهور بس عايشين على الدعاية النازية اللي بتوعد بالنصر الأبدي. نساء نازيات دلوقتي واقفين بظهور مشدودة، مش من البرد بس لكن من الرعب. في المساء العنبر كله سكت فجأة. دخل السيرجانت باترسون، مش شايل سلاح، لكن وجوده لوحده كان كفاية يجمد الدم في العروق. ليه؟ لأن باترسون رجل أسود. بالنسبة للنساء دول، النازية علمتهم سنين طويلة إن الجنود السود وحوش، كائنات همجية، خطر لا يمكن السيطرة عليه. الدعاية خلت باترسون واللي زيه مش مجرد جنود، لكن تجسيد حي الكوابيس. باترسون قال ببرود: ناموا بدون ملابس هذا المساء لل200 ست. قالها ولف ظهره ومشي من غير ما يشرح، من غير تهديد، لكن الرعب كان أقسى من أي سلاح. من الشبابيك المتجمدة السجينات شافوا الجنود الأمريكان السود بيفرغوا شاحنات. الشاحنات دي كان فيها اسطوانات معدنية، خزانات ضغط، أنابيب طويلة ممدودة على الثلج. العجل بتاعهم راح لأسوأ سيناريو، لغرف غاز وإبادة جماعية هينتجموا مننا. إريكا 19 سنة كانت ماسكة دراع إيميلي المترجمة اللي عمرها 33 سنة. همست ليها: دول هيغتصبونا ولا هيموتونا ولا هيعملوا فينا ايه؟ في ذهنهم الموت بقى رحمة بعيدة عنهم، لكن الحقيقة كانت أبسط من كده بكتير وأقسى. باترسون اللي كانوا شايفينه وحش كان عارف إن الملابس المبلولة في البرد القارس ده هتقتلهم. الأمر بالنوم بدون ملابس كان عشان يدفوهم تحت البطاطين وينقذوا حياتهم. 200 امرأة ناموا ليلتهم مش مصدقين إن هما مش هيصحوا، لكنهم عاشوا. واللي مات كان وهم زرعته الدعاية، وكانت الحقيقة إن الوحش هو الإنسان لما يصدق كذبة عن شخص عمره ما شافه ولا اتعامل معاه. القصة دي مش بس عن الحرب، دي عن الخوف، عن الكراهية، وعن ازاي فكرة كاذبة ممكن تبقى أخطر من أي سلاح. لو عجبتك القصة وحابب قصص أحسن من كده وأروع، اعمل لايك واشتراك في القناة واكتب لي رأيك في الكومنتات.